في هذا الفيديو راح نتعلم كيف نفك الشاشة ومنفذ الطاقة وزر الهوم لجهاز جالكسي S6. راح نحتاج لهذه المهمة العدة التالية: سبونجر، مالتي سبونجر، ومفك، وأنتي ستاتيك مات، والكمادة، وأخيرا السبورة. أول حاجة لازم نفصل المذر بورد من الهيكل الداخلي عشان ما يصير لها حاجة وإحنا نشتغل. نفصل كيبل زر الهوم، كيبل الشاشة، وكيبل منفذ الطاقة، ونفك المسمار الوحيد بقطعة منفذ الطاقة، ثم بالملقاط نرفع القطعة ونوقف إلى هنا، لأن ما نقدر نكمل فصلها إلا لما نفصل الشاشة. ونبدأ في الشاشة، نبدأ نسخن الكمادة ونحطها على الشاشة وننتظر شوي، ونحاول نفصلها بشويش لأنها أكثر قطعة حساسة بعد المذر بورد في هذا الجهاز. بعد ما فصلناها ندف كيبل الشاشة بالاتجاه المعاكس لها ونحاول نسحب الشاشة بهدوء. وكذا فصلنا الشاشة بشكل كامل من الجهاز. والحين نكمل شغلنا مع منفذ الطاقة. ناخذ الهيكل الداخلي ونفصلها منه. في ذي المهمة نحتاج الملقاط. نبدأ نسحب كيبل زر القائمة بشويش عشان ما نقطع بالغلط، ونكرر نفس الخطوة مع زر الرجوع. وكذا فصلنا منفذ الطاقة بشكل كامل عن هيكل الجهاز. آخر قطعة عندنا هي زر الهوم. أهم حاجة نسحب القطعة بهدوء. ثم من هنا نستخدم الملقاط عشان نسحب الكيبل. وكذا حررنا زر الهوم من الهيكل. كذا تعلمنا كيف نفك الشاشة، منفذ الطاقة، وأخيراً زر الهوم.